السلام عليكم. وصفة النهاردة من أحلى وصفات المطاعم. هنعمل مع بعض ماك أند تشيز أو مكرونة بالجبنة، وهقول لكم ازاي الصوص يبقى سايح ومش مكلكع ولا فيه أي حبيبات خالص، لأن في ناس لما بتعمله بتشتكي إن القوام بتاعها بيتقل زيادة عن اللزوم والجبنة بتقطع كده وبتبقى محببة. فالنهاردة هقول لكم ازاي نتجنب كل دوت. يلا بينا نبدأ. بس لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه. ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه هبدا بيها وهي سلق المكرونه. المكرونه الاشهر اللي بتتعمل بيها هي القلبو، اي نوع ينفع بس يفضل يكون حجمها صغير شويه علشان تبقى شاربه صوص اكتر، وكمان بيبقى شكلها احلى في التقديم. هغلي ميه واحط فيها 200 جرام من المكرونه ومعلقه صغيره من الملح. تقدروا تزودوا الكميه زي ما تحبوا، بس الكميه دي تكفي تقريبا فردين. اول ما بنزلها في الميه بقلبها تقليبه واحده وبس علشان ما تلزقش في بعضها، وبعدين هسيبها لغايه ما بتستوي. المكونات اللي هستخدمها في الصوص هحتاج من 2.5 ل3 كوبايات من الحليب، ومعلقه صغيره من معجون او بودره المستردة اي حاجه فيهم، ومعلقه صغيره من البابريكا والبصل البودره، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الزبده. ومجموعه كده انا استخدمت ميكس جبن شيدر احمر على اصفر او موتزاريلا اي حاجه فيهم، وممكن تستخدموا نوع واحد وبس. هستخدم منهم 200 جرام، وهستخدم 150 جرام من الجبنه الكيري. الجبنه الكيري بتدي للمكرونه والصوص طعم حلو جدا، وكمان بتديها قوام ناعم، وده اختياري بس انا بحب ازوده علشان تديني قوام انعم. وزي ما قلت لكم مش كل دوت اساسي، الاساسي بس معانا الشيدر الحمراء علشان تدينا نفس اللون والطعم بتاع المطعم. اول حاجه هحط في حله معلقتين كبار من الزبده وهسيبها تدوب كويس قوي على حراره قليله علشان ما تتحرقش. وبعدين هزود عليها التوابل، الملح والبابريكا والبصل البودره، وكمان معلقه كبيره من المستردة او معجون المستردة او بودره المستردة زي ما قلت لكم اي حاجه تنفع. هخلطهم مع بعض كويس قوي، وبعد ما يتخلطوا هزود عليهم الجبنه الكريمي واخلطهم مع بعض تاني. ومهم جدا ان النار تكون اقل درجه حراره علشان الجبنه لما تسيح ما تفصلش مني وتبقى عامله كده زي الميه. الجبنه الكريمي هنا زي ما قلت لكم بتدي قوام انعم للصوص ومش بتخليه مكلكع كده وماسك في بعضه بعد كده. وبعدين هزود عليهم الحليب واخلطهم مع بعض لغايه ما يدوبوا كويس مع بعض. وبعد ما دابت هزود عليهم ميكس الجبن ايا كان بقى اللي هتستخدموه، سواء شيدر حمراء صفراء موتزاريلا اي حاجه هتستخدموها. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا حاجه واحده وبس، ولازم تكون النار هاديه جدا علشان الجبنه تدوب كويس وما تخرطش مني. وبعد ما الجبنه دابت كويس قوي هزود عليها المكرونه المسلوقه واغطسها في الصوص الخطير دوت، وبقلبها دقيقه واحده وبس وبطفي عليها النار على طول. لو سيبناها وقت كتير على نار عاليه الجبنه هتقطع وتفصل كده وتعمل زي ميه خفيفه وتعمل حبيبات وتخرز، واحنا طبعا مش عايزين كده. وكده خلاص بقت جاهزه عندي احلى والذ ماك اند تشيز. انا هنا هزود عليها شويه شيتوس طحنتهم ناعم علشان تبقى ماك اند تشيز بالشيتوس، وده اختياري بس بتدي طعم حلو قوي وطعمهم كمان لايق على بعض قوي. وصفه سهله وسريعه بس مهم اننا نمشي على الخطوات مظبوط علشان تظبط معانا زي المطعم بالظبط. بس في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها يمكن محدش نبه عليها قبل كده، ان مجرد ما نعملها تتقدم على طول وهي سخنه كده علشان تفضل الصوص بتاعها سايح مع المكرونه. لو سيبناها تبرد الجبنه هتمسك في بعضها كده وهتمسك في المكرونه جامد ومش هتبقى سايحه زي الاول. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.